أيها السادة، عندما تغلق المكتبات العمومية وتغلق المدارس من على مسمعنا ويستثمر السياسيون في الخشب والعقار وتكون القاعات السينمائية أوكارا للمنحرفين وتكون دور الشباب بلا حراس بها تقضى الحوائج التي يستحيي منها الإنسان، ولا يجد المتفوقون سريرا في الأحياء الجامعية ولا مقعدا في الكليات ولا مكانا في المقصف البئيس لتلبية حاجة بيولوجية تحتاجها المعدة في زمن غزو الفضاء واستعمار المريخ. عندما يموت الكبار في صمت مريب، لا مراسيم عزاء على قد المقام ولا ذكرى الأربعين على منوال الفطاحل من خدام الوطن، ولما ينتهي أحد الأغبياء المحظوظين بلا كفاءة ولا استحقاق تقام الدنيا ولا تقعد وتبكي قنوات القطب العمومي. عندما تسقط الجماهير حماسا لمؤخرة ننص عجرم وإليس وهيفاء ولا أحد من الرعاة يعرف مقدمة ابن خلدون، وهنا فقط نكتشف حقيقة الجهل والأمية وزور البنيان. عندما تكثر الشهادات من الإجازة إلى ما فوق وتنكشف عورة المثقفين، لا تكوين ولا بحث ولا عمق ولا تنظير، وحده الشيخ جوجل واعتماد مقولة من نقل انتقل تكون أداة للحصول على الاعتراف. هنا الأمية الوظيفية تؤثث المشهد ولا يصح بعدها إلا البروتوكول والتسنطيحة لتجاوز عقدة العار وللتموقع في خريطة النخبة. عندما تكون المدارس مأوى للسيوف والرماح ومختلف فنون العنف والاضطهاد ولا تكون رحابا للمقارعة الفكرية وللخطابة وللتكوين، وعندما يكون المرحاض شرف الله قدركم مؤسسة لإنتاج المعرفة لدى الغرب المتقدم وتكون الجامعة عندنا مسرحا لتفريخ الجهل المؤسس أو المقدس. عندما يربح بائع السجائر بالتقسيط أحسن مما يتقاضاه أستاذ باحث لا يستطيع ضمان أسبوع واحد في فندق مصنف بطنجة أو بأكادير، وعندما تخصص للبحث العلمي عندنا ميزانية أقل من ميزانية برنامج تلفزيوني تافه، عندما يشتري المستضعفون هواتف آخر موديل ولا روبير لديهم ولا ابن منظور ويؤثثون البيوت بالبلازما ولا كتب ولا تربية ولا معاجيم اللغة ولا أفقا رحبا وفسيح، ويكون الأغنياء أصدقاء أوفياء للكوكايين والدعارة الخمس نجوم. عندما ندمر الأسرة بمفاهيم الحداثة المغشوشة ونحارب القيم بالأفلام المكسيكية والتركية فنقعد لتقدم مزور لا قاعدة فيه ولا لبنيانه أساس. عندما يجهل المغاربة العروي والخطيبي وعبد الله الحمودي والمهدي المنجرة ويعرفون حق المعرفة رموز الابتذال والنمدجة ممن يمثلون الرداءة والأمية. عندما تصنع النكت للنيل من المعلمين والأساتذة ونقدر ثقافة السلطة أكثر من سلطة الثقافة، ويعيش الطبيب على القروض وعلى الكفاف والعفاف في أحسن الأحوال، وتكون المستشفيات مفتوحة أمام المنحرفين والبلطجية للنيل من سلامة ملائكة الرحمن. عندما تصبح الإشاعة أداء والافتراء وسيلة والحقد خصلة والغل ممارسة والتربص والمؤامرات والدسائس خططا والقذف والسب والنيل من الرجال حرفة والمكر والكيد طريقة والعزل أسلوبا والمحاصرة تكتيكا. عند هذا وذاك أيها السادة تأكدوا أننا فعلا نعيش الإفلاس الحضاري وانسدادا كاملا في الأفق واستئساد الرداءة وموتا كلينيكيا للمجتمع.